شباب تانية ثانوي وبكالوريا، أول درس جرامر عندك في المنهج في يونت 1. خلي بالك بس من حاجة، وخلي بالك من حاجة، إن أنت بتستنتج الجرامر، مش الجرامر جاي واضح وصريح كده زي ما أنت متعود طول حياتك. لا، في شغلنا مع بعض هنقرأ فقرات زي قطع كده، إحنا اللي هنطلع الجرامر، لأن كل وحدة فيها كونسبتس يعني مفاهيم. أنت فاهم إيه أصلا، أو الوحدة بتتكلم عن إيه، فهتبدأ تستنتج وتحلل معايا الأسئلة. بعد كده هتحل في تشوز عادي، هتحل تشوز زي ما بتحل طول حياتك، بس في حاجات تانية محتاج ان انت تبقى فاهم السؤال 150% عشان لما تيجي تعبر الانجليش تعبر صح. مثال عندك اول درس في الجرامر في يونت 1، تمام، اسمه participle phrases. سيبك من اللي انا قلته، participle phrases سيبك من اللي انا قلته. يعني ايه؟ يعني باخد الفعل بحوله من فعل لاسم غير عاقل وببدأ بيه الجملة، بس بشرط. هقول لك الشرط ده دلوقتي. بص، انا عايزك فاهم بس الاول، عايزك تعمل معايا الطريقه دي. justify يعني تحلل، طريقه الجي ار اي. reason تقول لي الاسباب بتاعتك جوه دماغك قبل ما تكتب اي حاجه. evidence الدليل، تبقى فاهم انت بتكتب ايه. ما تكتبليش اي حاجه وخلاص. ما حدش يقول لي اصل فلان بيكتب كذا، فلانه بتكتب كذا. اسف، انا عايزك انت اللي تفكر، لان الاجابه مفتوحه. مفيش حاجه معينه هتتقال فكله تمام، لا. بص، في 5 ادوات ربط مهمين جدا في الدرس ده في يونت 1. so يعني لذلك، although يعني بالرغم من، because طبعا يعني بسبب، while يعني اثناء او بينما، او خلال، وعندنا as نفس المعنى، اثناء او بينما او خلال. واحد يجي يقول لي ايوه عايز ايه؟ طيب دول ادوات ربط، قبل ما تيجي تحل عليهم، قبل ما تيجي تعمل عليهم اي حاجه، تمام، ايا كان المرحله العمريه اللي انت فيها، لازم تبقى فاهم اصلا انت بتحطهم ازاي في الكلام. لازم. ادوات ربط يعني بيربطوا جملتين ببعض. بيعملوا ايه تاني؟ بيربطوا جملتين ببعض. اوكي، طيب بص بقى دلوقتي، انا لو قلت كده I go to school، انا اذهب الى المدرسه. so I learn new things. الجمله دي معناها ايه؟ انا مش كاتب حاجه صعبه مبدئيا، بس انا لما اجي بفكر اهو وبذاكر مش كاتب حاجه صعبه. تاني، مش كاتب حاجه صعبه. طيب انا كاتب I go to school، انا اذهب الى المدرسه لذلك بتعلم حاجات جديده. حلو كده. سو لما جيت كتبتها بقى، ركز بقى في الحته دي. سو بتيجي كده في النص ولا لازم بعمل قبلها كوما؟ بعمل قبلها كوما. فلازم تبقى واخد بالك ان انت لو طلب منك قال لك اكتب سو في اي جمله، خد بالك من المعنى الاول، وخد بالك ان انت لو الاس سمول هتحطها في النص كده، ومش هتجيلك كابيتال. مش هبدا الجمله اقول لذلك، مش هينفع. تمام، فلازم هحط معاها الكوما. طيب رقم 2، مين اللي عليها الدور؟ although يعني بالرغم من. ممكن حد يقول ايه؟ although I visit my uncle، بالرغم من اني بزور عمي I don't feel happy، لم اشعر بالسعادة. بالرغم من اني بزور عمي بس حاسس اني مش مبسوط، يعني رحت هناك ما اتبسطتش. حطيت although في جملة ولا لا؟ اداة ربط معناها حكمني، اللي هي بالرغم من، اجبرني ان انا افكر في فكره تانية الناحيه التانية. بص، اجبرني ان انا احط نفي. تمام. طيب كمل معايا، مين اللي عليها الدور؟ because. ممكن رقم 1 نحط فيها because، يعني ممكن حد يروح قايل كده I learn new things because I go to school، انا بتعلم حاجات جديده بسبب ان انا بروح المدرسه. صح ولا غلط؟ صح. المعنى بالعربي تمام، خلاص بالانجليزي يبقى تمام. واللي قلته بالعربي كتبته بالانجليزي، بس حطيت مين في النص؟ because. بس انا لما حطيت because حطيت عندها اي حاجه ولا كتبت because بس، ما عملتش اي حاجه تاني. طيب طلب صغير من كل الناس، يعني معنى كده ان so because عكس بعض. تمام. طيب هتحط so اكس جملتين، هتحط because اكس جملتين، يعني دي موجوده so موجوده او because موجوده اكس، هما مش زي بعض. طيب
كده خلصنا من so although because. طيب رقم 4 while و as زي بعض. while يعني أثناء. بص لو قلت لك كده while my sister was cooking she was listening to music. بص بقى، أثناء ما أختي كانت بتطبخ كانت بتسمع موسيقى. المعنى مظبوط ولا مش مظبوط؟ أنا قلت كانت، فعايز أخلي الكلام في الماضي فقلت was cooking، خليت الموضوع في الماضي اللي هو الماضي المستمر، وقلت هنا was listening. أنا هنا بقى عملت إيه؟ ممكن أشيل while وأحط مكانها as، لأن as و while زي بعض، أثناء أو بينما أو خلال. ركز بقى، هنا عملت ايه؟ قبل ما اخش احل على الدرس، قبل ما اخش اعمل اي حاجه، قبل ما افكر في اي حاجه، الكلمات الاساسيه او الفكره الاساسيه للدرس انا خدتها عملت عليها فكره من دماغي انا، جمله من دماغي انا، ما لقيتهاش من كتاب، محدش قالها لي، عشان انا عارف اكتب انجلش ولو حتى بطريقه بسيطه. انا مش كاتب كلمه صعبه على حد، مش كاتب كلمه صعبه على طالب في تانية ثانوي ولا حتى طالب في تانية اعدادي في اللي انا كاتبه هنا ده. تمام. ففكرت في فكره سيمبل، بسيطه بسيطه تماما 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 تماما، عشان لما اجي احل بقى على الكلام ده الكلام يركب في دماغي صح. طيب هنا انا عملت 4 امثله، ان في كلمتين زي بعض اللي هو وايل واز، وعملت على سو وعملت على بيكاز وعملت على although. الوحيده اللي لو جت في النص ما بين جملتين نحط قبليها كوما سو، الباقي لا. طيب تعالى بقى نحل. جالي سؤال زي ده في امتحان، تمام، ري رايت، بيقول لك ابدأ بكلمة walking. الجملة بتقول ايه؟ بيقول لك while أحمد was walking to school، أثناء ما أحمد كان بيتمشى للمدرسة he met أدهم، قابل أدهم. عايز بس أسألك سؤال صغير وأسألك سؤال صغير. احنا قلنا justify reason evidence. justify يعني حلل. تعمل ايه؟ حلل. هتعمل ايه تاني؟ حلل. طيب بص بقى، هنا مين اللي بيتكلم؟ أحمد. هنا مين اللي بيتكلم؟ أحمد. طيب الناحية التانية هي نفس الفاعل في الجملتين ولا لأ؟ ركز يا جماعة، الكلام ده أنت أول مرة تسمعه في حياتك. طلاب تانية ثانوي وبكالوريا ممكن تكون كنت بتقولها كده بالبق، بس هنا بقى يسألك فيها، هيبقى عايزك تحلل السؤال. هنا أنا كاتب حاجة سهلة، أنا كاتب ووكينج، ممكن حد يعرفها من أول نظرة. لو أنا عملت كده قلت لك delete while وربنا ما حد هيحلها، لو قلت لك ديليت وايل شيل وايل انت هتفتكر ان السؤال غلط. لا انا ولا غلط ولا حاجه، بس انا عايزك بس تفكر معايا بالراحه خالص. دلوقتي انا قلت وايل احمد was walking to school he met ادهم، نفس الفاعل هو في الجملتين، يعني هنا احمد وهنا هي، يعني احمد هو اللي قابل ادهم، صح كده؟ اي حد بقى بيتفرج علينا عايز يتعلم انجلش بص وتعلم، عندك 5 سنين عندك 70 سنه بص بقى وتعلم، هتتعلم حاجه جديده، هتسمع دلوقتي حاجه جديده. انا دلوقتي بقول لك ابدا بووكن، صح؟ حلو. يعني لو انا كتبت كده ووكن الدبليو كابيتال، بدات بيها عشان الدبليو كابيتال. ووكينج دي معناها ايه؟ يمشي ولا المشي؟ المشي. ده اسمه بقى البريزنت participle او participle phrases، اللي هي الجمل الفعل بتحول من فعل الاسم غير عاقل. اداه الربط اللي موجوده اللي هي while او as او so او although او because، ال5 دول هتشيلهم هتاكلهم معنى الجملة بالعربي، هتقول نفس الكلمة. يعني احنا لما نيجي نجاوب هنا في رقم 1 واحنا بنترجم الجملة دي بالعربي هنقول أثناء، بس احنا مش كاتبينها بالإنجليزي. ليه؟ لأن انت هنا خدت الفعل حطيت له ايه؟ اي ان جي وبدأت بيه الجملة. مثال بقى بسيط، يقرأ يعني ايه؟ read. طب قراءة reading، نفس الفكرة، بس كل الناس بتقول reading 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 reading. يعني لو حد قال reading is important يعني القراءة تكون مهمة. انت فهمت معنى الجملة ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها. لكن هنا هي دي جملة واحدة ولا 2؟ جملتين، يعني لازم تاخد بالك وتاخدي بالك من الفاعل اللي هي أول كلمة في كل جملة، اللي هي هنا أحمد هنا هي، يعني نفس الشخص، عادة على نفس الشخص. طيب يعني لو قلت كده while مع السلامة أحمد مع السلامة was مع السلامة اهو اهو، هبدأ بwalking يبقى walking to school فاصلة. هقول هي ولا احمد؟ مش هينفع اقول هي. ايوه دي هي ده، هي ده اللي هو مين؟ لازم اقول مين اللي هو احمد اللي انا قلته في الجملة الاولانية. احمد
مت أدهم. سؤال بقى لكل الطلاب، هنا مين اللي بيتمشى للمدرسة؟ أحمد. مين اللي قابل أدهم؟ أحمد. مين اللي عمل الحاجة دي في الجملتين؟ أحمد، صح؟ بص بقى الجملة دي، الإجابة دي وانت بتترجمها للعربي هتقول ايه؟ أثناء المشي إلى المدرسة أحمد قابل أدهم. فين أثناء في الإنجليزي؟ جاوب. فين؟ بقول لك حاجة أول مرة تسمعها. فين أثناء في الإنجليزي؟ انت هنا المنهج ده عايز واحد بيتكلم انجلش بيرفكت، والله العظيم ثلاثة، عايز حد بيتكلم انجلش بجد، مش بيرمي اي كلام فاللي قدامه منتظر ان هو يفهمه. لا ماشي، ممكن هفهمك لو احنا ماشيين في الشارع ولا حاجه وانت حتى شاورت لي هفهمك، لكن انت هنا انا مش هخش في نيتك. تاني، انا مش هخش في نيتك، انا عايز الاقي انجليزي بيرفكت صح، مش كلمه صح واتنين لا فاديك نص. مفيش، خلاص مفيش، هو المنهج بيقول كده، مفيش. طيب انا دلوقتي مش الجمله كانت بتقول وايل اثناء؟ حلو، انا عدلت في انهي جمله؟ عدلت في الجمله اللي فيها اداه الربط. طب الجمله البعيده عنها انا جيت جنبها اللي هي بتاعت هي ميت ادم، انا شلت بس هي وكتبت احمد عشان لازم اقول مين البني ادم، ما احطش هي وشي والكلام ده على الفاضي. تمام، ما جيتش جنبها الجمله الثانيه، يبقى الجمله دايما اللي فيها اداه الربط هي اللي هتبدا تعدل فيها، هي اللي هتحولها لحاجه اسمها participle phrases، لجمله الفعل فيها بيتحول من فعل الاسم غير عاقل. زي هنا كده اهو، قلت walk into school، المشي الى المدرسه. ايوه، ايه المشي المدرسه؟ يعني ايه المشي المدرسه؟ يعني ايه؟ لا، فانت هتقولها بمعنى اداه الربط اللي جوه الجمله ذات نفسها، بس في الاجابه مش هتكتب اداه الربط عشان انت بدات بالفعل وحطيت له ايه؟ اي ان جي. يبقى انت هتقول ايه؟ walk into school اثناء المشي الى المدرسه. ايوه جوايا بقى حللت. قول لي بقى اسبابك. قلت ان خلاص walk اتحولت من فعل الاسم غير عاقل. دليلك ايه؟ الايفيدنس بتاعك. مين اللي بيعمل الحاجه دي؟ احمد. يبقى اثناء المشي للمدرسه. جبت اثناء منين؟ من السؤال، هو اللي قال وايل مش انا. احمد مات ادهم. احمد قابل مين؟ ادهم. احمد قابل مين؟ ادهم. بس كده، بس كده. يبقى انت لازم اول حاجه، اول درس يونت 1 جرامر، يونت 1 منهج البكالوريا، لازم تكون بتعرف تقرا، لازم. طب القراءة صعبة في الانجليزي؟ اقسم بالله القراءة اسهل حاجة في الانجليش، لان الانجليش unconsonant language، يعني مش لغة احفظ لك شوية حاجات كده ولا اقولها، ممارسة بس، ممارسة بس وتقولها بطريقتك. عشان كده قلت لك الاجابة مفتوحة، ممكن حد هنا يقول اجابة تانية مناسبة كمعنى هيتقال له صح برضه، بس انا هنا بكلمك بقى في الحاجة الصح، انا عايز كل الدنيا تفهمني. رقم 2 يا شباب، دلوقتي بيقول لك احمد fell off his bike، احمد وقع من على العجله بتاعته، so he broke his arm، لذلك رجليه اتكسر. بص ما بين قوسين بيقول لك ايه؟ breaking او delete so، شيل لي so. انا بقول لك اهو، ما اسئله مفتوحه وعايزك تفكر. طيب بالراحه، مين الفاعل في الجملتين؟ مين الشخص يعني اللي في الجملتين؟ احمد، والناحيه الثانيه هي، يبقى هي ده عايد على مين؟ على احمد. حلو قوي، هنبدا نجاوب. فين اداه الربط اللي هي while او as او so او because او although؟ في مين فيهم من الخمسه؟ so. الجمله اللي ورا اداه الربط على طول هي اللي هتبدا تعدل فيها، الثانيه سيبها. يعني انا هعدل فين؟ هعدل هنا اللي هي he broke his arm. يعني انا هبدا الجمله اقول احمد fell off his bike، احمد وقع من على العجله بتاعته، فاصله breaking his arm. ركز بقى معايا، اداه الربط اللي في الجمله معناها ايه؟ اللي هي دي so، معناها لذلك. انت بقى وانت بتجاوب هتقول لنفسك كده، حللت، قلت اسبابك، جواك بقى الايفيدنس الدليل بتاعك ايه؟ احمد وقع من على عجله لذلك رجليه اتكسرت. احمد سقط من على عجله او من على عجلته لذلك رجله اتكسرت. ثانيه واحده، لا مش رجله، ايده، دراعه يعني، لذلك دراعه اتكسر. سؤال صغير بس، سؤال صغير اساله لنفسك، عشان قلت لذلك اهو، قلت ايه؟
لذلك في الإجابة قلتها برضو بس ما كتبتهاش. ليه بقى؟ عشان حولت الفعل من فعل الاسم غير عاقل، فأنا مش محتاج الضمير أو الاسم اللي مكتوب زي كده. شكرا. خلاص فعل اتحول لاسم، خلاص شكرا بقى ناون، يعني ده ما بقاش فعل، خلاص اتحول لإيه؟ اسم غير عاقل، بس كده. تمام، يبقى احنا تاني انهي جملة اللي بتتعدل؟ الجملة اللي فيها أداة الربط اللي بعديها على طول. طيب حاجة كمان، هل أداة الربط هتنزل معايا في الإجابة؟ هتنزل معايا في المعنى كفهمي أنا اللي بحلل السؤال، أنا اللي بحط أسبابي، أنا اللي بحط الدليل بتاعي، يعني بكتب الإجابة الصح. تمام؟ طيب حاجة كمان، انت دلوقتي لازم كده بسم الله الرحمن الرحيم، قاعدة رقم 1 الدرس الأول يونت 1، لازم 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 نفس الفاعل يكون هو في الجملتين. يعني أنا قلت أحمد رحت قايل الناحية التانية هي، صح؟ سلمى يبقى الناحية التانية شي، يعني نفس الشخص. أوكي؟ طيب بص بقى، بص على رقم 3. While Ahmed was walking home it rained. جيت قلت لك كده الجملة دي صح ولا غلط؟ True or false? True or false؟ أنا هنا بقى عايزك تبقى فهمت 150%. احنا قلنا لازم إيه؟ نفس الشخص هو اللي بيعمل الحاجة دي في الجملتين. تمام؟ طب أداة الربط موجودة؟ while موجودة. ثانية واحدة while موجودة صح؟ طيب ماشي. طب أحمد لازم يكون في شخص، ضمير أو اسم مكتوب، بعد كده الفعل أدي was walking كان بيتمشى للبيت. تمام. الناحية التانية it. حللت إيه بقى؟ هنا أحمد كان بيتمشى للبيت مطر، يعني أحمد بيمطر؟ أكيد لأ، مش نفس الشخص في الجملتين. طيب ما دام مش نفس الشخص يبقى الجملة صح ولا الجملة غلط؟ الجملة غلط، ما ينفعش أجاوب، ما ينفعش آخد الفعل أحط له أي إن جي وأبدأ بيه الكلام، أو أبدأ بيه في الجملة التانية وأشيل أداة الربط بعد الفصل. ما ينفعش يعني ما ينفعش أعمل زي ما عملت هنا، ما ينفعش أبدأ بيه الكلام زي كده، أو ما ينفعش احط الفصل واروح حاطط برضو بدايته في الجمله الثانيه واحط ايه؟ اي ان جي. اسف ما ينفعش، لان مش نفس الشخص هو في الجملتين، لان هنا احمد وهنا بيقول لك it rained، الدنيا مطرت، فانت كده عايز ايه؟ اسف ليك واسف ليكي، انت كده بتضحي بالفهم لو ما خدتش بالك، فلازم تكون فاهم ليه؟ لان هنا في باسيف، في مبني للمجهول هنتكلم عليه في فيديو تاني ان شاء الله خاص بيه، وفي برضو ممكن ان احنا نخليها in the past. بس اسكت اسكت، خلينا في اللي قدام. انت فهمت ده ولا ما فهمتوش؟ اسأل نفسك السؤال ده. فهمت زي الفل، ما فهمتش اقعد اكتب ده تاني واحلل السؤال زي ما انا عملت كده، ولكن مش دلوقتي، بعديها بيومين 3. خلي عقلك المعلومة تتمسح منه، شوف انت هتكون فاكرها ولا لا. هو ده الموقف او موقف من المواقف اللي انت هتتعرض ليها في اللجنة في الامتحان. اسف لو انا مش متدرب مرة واتنين ومليون، هحل ازاي؟ هفكر ازاي؟ يعني هوصل للباراجراف او هوصل لحاجة فيها مقالي كتير ازاي وانا مش عارف احل ده، او هغلط في ده؟ هكتب ازاي اصلا ما انا مش عارف اكتب ازاي؟ هي دي الفكرة، ده الكونسبت، ده المفهوم اللي لازم كل الناس تبقى مدركاه. طالب وولي امر لازم يا جدعان، لازم كل واحد يحط في باله كده، انا فين من الانجليزي؟ انا ايه؟ انا فين؟ انا مين؟ انا لو سالت حد introduce yourself، عرف نفسك، هيعرف ولا هيتلجلج ولا هيبص حواليه؟ في ناس هتعرف بس كم واحد؟ هي دي الفكره، عشان انت البيئه اللي حواليك مش مساعدك، وانت كمان مش مدي عقلك فرصه انه يساعدك. ما ناس كتير قوي بتخرج من الامتحان يقول يا نهار ابيض كنت عارف الاجابه ما كتبتهاش ليه؟ ليه بقى؟ المعلومه ما جاتش وانت قاعد بتمتحن ليه؟ عشان انت ممارس للغه؟ لا اسف، انت قاعد تذاكر وتمتحن وتجري.
بتعامل الانجليزي زي اي ماده، مع انه لايف ستايل، اسلوب حياه لازم تستخدمه في حياتك اليوميه، لازم. يا عم هتقول لي ما حدش بيتكلم معايا انجليزي، جرب تتكلم من نفسك. سمعت معلومه من العبد لله، قولها لنفسك. ده اسمه ايه؟ تابلت. هو حد بيقول عليه حاجه تانية؟ تابلت. ما هي تابلت دي بالانجلش، دي اسمها ايه؟ واتش. قولها واتش. ساعه تلبس، هي ساعه اليد. حيطه ورايا، وول وول، حيطه. قول حاجه، قول حاجه. ما هو انت مش هتوصل للكلمات التقيله الكبيره دي وانت مش عارف البسيط. ليه؟ ما هو انت هتتقبل الكبير ازاي وانت البسيط اصلا مش عارفه؟ او مثلا ما بتاخدش الحاجه دي تحطها في جمله بسيطه. انا لما شرحت الدرس عملت ايه؟ عملت كده. انا ذات نفسي عملت ايه اهو. انا بفهم نفسي يا جماعه، فاهم نفسي يا رجاله يا بنات، لازم افهم نفسي قبل اي شيء. عملت امثله سهله وبسيطه عشان لما الدرس مهما الكلام يلف ومهما الكلام يكبر انا فاهم. انا هحل 1000 سؤال، هحل ال1000 صح، مش بالكتره برضو. يعني هي مش بالكتره. يعني انا برضو ما بقتنعش بالكتره. افرض انا مش فاهم او الكلام اتغير قدامي، هعرف احل صح ولا لا؟ ما لازم اسال نفسي السؤال ده. فهي مش بالكتره، هي بالكيف. انت فاهم؟ حل. لكن ما تقوليش فهمت فهجرب احل. لا، اكتب من نفسك الاول، جرب شوف انت اللي انت فهمته ده تعرف تطبقه في اي حاجه ولا لا. بس خالص. فلازم ايه، you have to be calm. لازم تكون هادي، هادي خالص. focus on the board، ركز على السبورة. طب هنا focus on the screen، ركز على الشاشة اللي بيتقالك. لازم. بس كده. اتمنى يكون الكل فهم وقدر يعني يوصل بدماغه للحتة اللي احنا عاوزين نوصل لها، ان انت تلمس السما في الانجليزي. طب هتلمسها ازاي؟ ان انت يبقى عندك الثلاث حاجات دول: J justify، تحلل السؤال تفهمه بمعنى اصح. reason، تدي اسبابك، يونت 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، الدرس الفلاني طب ده كان بيتحل ازاي، كنت بعمل ايه، كل ده في عقلي الباطن. بعد كده الايفيدنس، الدليل اللي انت هتبدا تكتبه في ورقه الامتحان، وده اللي هيوصلك للي انت عاوزه او هيوصلك للي انت عاوزاه. بس كده. سلام.